يلا يا كونامي، يلا يا كونامي، يلا يا كونامي، يلا يا كونامي، اهي يا جدعان. بقول لك الموضوع سهل. في فيديو النهارده هنعمل تفتيح في باكج ريال مدريد، نجوم السوبر صب مايكل اوين في خط الهجوم، ستيف ماكمان في مركز الار ام اف، وكمان معانا ماكاليلي في مركز الدي ام اف. فتعالوا ندخل على الباك ونجيب كل اللعيبه اللي موجوده في الباك. فيلا بينا ندخل على طول على الفيديو. يلا بينا يا شباب. هنبدا بضربه الجزاء ومعانا كاستيلو كوره، كاستيلو جون وجون. ونبدا تفتح رجاله. وزي ما انتم شايفين الباكج فيه مايكل اوين بمهاره الاكسلريشن بريست، وكمان الفيمينال فينش، وكمان هنا ستيف ماكمان طبعا هنا نازل بمهاره المومنت دريبل وستايل لعب كرييتيف بلاي ميكر، وكمان ماكاليلي اقوى خط وسط مدافع بمهاره الفورتريس والفيمينال باص. فتعالوا نبدا مع بعض وهنبدا الاستراتيجيه يا شباب. 150 لاعب معانا 5000. هنبدا اول حاجه هنفتح فتحه هنا. اول ما تيجي الارضيه حمراء هنودي على طول الناحيه الثانيه. ركز معايا، حاول تحوش التفتيح دول، الفتحات دول حوشهم ما بيضيعوش. يعني انا بنصحك تحوش التفتحات دي عشان تقدر تحصل منها على الارضيه. بص كده، ايه الارضيه الحمراء اللي بتكلم عليها؟ اللي هي دي لونها اخضر، يبقى كنسل على طول. بتحوش التفتحات دي عشان لو حبيت تفتح في الباك اكنك بتحوش اهي. شايف كده الارضيه الحمراء دي يعني بيكون بنسبه كبيره يا لاعب هايلايت يا لاعب بيكون ايبك او حاجه كويسه. يعني زي ما انت شايف اهو. هندخل بقى ونضغط. بص هي المفروض يعني يا لاعب هايلايت يا لاعب بيك تايم. اول فتحه طلعت ما لونتش. طيب تمام، اول فتحه خذلتنا. هندخل على الباك تاني. هتعمل برضو نفس الاستراتيجيه، تفضل تفتح لغايه لما يجي ارضيه حمراء برضو خضراء. هنمشي بالاستراتيجيه دي كمان مره برضو. هتدخل اللي بعدها على طول. يلا يا رجاله عاوزين ارضيه حمراء اهي جت اهي. ركز معايا، هنسيبها بقى للاخر. بص بقى المره دي هنسيب الفتحه تكمل للاخر خالص، مش هنكنسلها. وهنخش نودي واحده كمان ب 900. طبعا ان انت بتحاول تجيب لاعب من اول فتحه او تاني فتحه فالموضوع بيكون صعب، ولكن دي الطريقه اللي انا بمشي بيها وبتكون كويسه. هنروح هناك بقى تمام. هندخل على الباك هنودي تاني فتحه. ما تخزلناش بقى كونامي. ارضيه حمراء اهي فيها هايلايت فيها حاجه برضو بيض. طيب هي دي ارضيه حمراء، هنودي التانيه على طول وراها على طول. نوديها من بره. مايكل اون يا رجاله. ادي الطريقه يا شباب، ملوك التفتيح. وادي زي ما انت شايف ادينا يا ريس مايكل اون زي ما انت شايف يا جماعه. حته سكرين شوت مايكل اوين بيشرف معانا. بص الموضوع سهل جدا، الموضوع سهل جدا. طيب هنكمل بنفس الاستراتيجيه يا رجاله. دي استراتيجيه قويه جدا، ان انت بتفتح اول ما تيجي ارضيه حمراء تودي. جاي لنا لاعب هايلايت هنودي اخر واحده هنا. لسه معانا تفتيح تاني برضو لاعب هايلايت. الحظ فوق دلوقتي. هنودي بقى الناحيه دي. تعالى هنا فاضل له مين؟ هنا فاضل له مين؟ فاضل له مين؟ طيب طبعا انتوا عارفين ان احنا ختمنا الباك ده قبل كده كتير رجاله. وارضيه حمراء. هنروح بقى على الباك. ارضيه حمراء زي ما انت شايف، لعيبه هايلايت باستمرار وارضيه حمراء. طيب هندخل بقى. هل يا ترى هيبقى فيها دبل؟ هل يا ترى هيكون فيها حاجه؟ هل يا ترى فيها ايه؟ سمعني كده، سمعني اهي. اهي يا رجاله ملوك التفتيح. اسمع الحته دي، اسمع. جنة اقوى لاعب في الباك ماكمان. هتنادى حد تاني؟ بعتقد ان انت ممكن تجيب واحد تاني معاك. ايه يا ستيف، هات واحد تاني معاك. ملوك التفتيح. تابع معايا الفيديو من اول دقيقه وهنختم الباك. ادي اللاعب التاني. الاستراتيجيه دي يا جماعه زي ما انتم شايفين شغاله 10 على 10. بص كمل. اسمع بقى، اسمع الحته دي، اسمع دي ما جاش حاجه. طيب معانا فتحه لميسي ونودي هناك. بص معانا فتحه لميسي. اسمع الصوت بقى يا راجل بقى. الدخلات النهارده كلها مش عجباني، الدخلات كلها مش. انا عاوز الصوت اللي هي بتاع الكوره كده. هتيجي بقى في مكاليلي بقى. هاتها في مكاليلي. ماشي ميسي ينور زي ما انتم شايفين. طيب تمام جدا. هنفتح بقى واحده بمكاليلي. يلا يا رجاله. هيقول ايه؟ فيها ايه؟ اخر فتحه اهي. هنودي بسم الله. يلا مش مشكله. هنودي واحده كمان هنوديهم بسرعه. بسم الله. مكاليلي بقى. قفل بقى. احنا كده مش عاوزين قوي يا ريس، فانت لو جبته يبقى خدمتنا، ما جبتوش. بص شكل الباك. تعالى اوريك الباك من جوه بس عشان عارف في ناس ما بتصدقش الكلام ده. اهو الباك اهو يا رجاله، الباك اهو. هنجيب بقى واحده كمان. يلا واحده كمان. نخرج بره. بسم الله. يلا برضو كمان واحده. معانا 200. اخر 200 فيها مكاليلي؟ ما فيهاش مكاليلي. اخر واحده بقى يا رجاله، اخر واحده على السريع. هندخل نبص على الباك. ناقص انت يعني مكاليلي؟ يعني انت نجم الباك يعني؟ ماشي يلا مكاليلي. تعالى مكاليلي. ما جاش مكاليلي. طب يا رجاله عملنا تفتيح وقدرنا نجيب اللعيبه دي. طب يا رجاله تعالوا دلوقتي ندخل ننزل مايكل اوين. زي ما انت شايف هينزل مايكل اوين. تعال نخرج اي حد. انزل يا عم مايكل. ادينا التطويره يا عم مايكل، ادينا التطويره يا ريس. ونشوف كده هتكون كام. بيكون 104 يا جماعه. طبعا بيكون اعلى من كده.
مايكل اون طاقاته بيكون في الوعي هجومي 96 94 فينش، وكمان السرعة 95، التسارع 101، التسديدة 91. ده جامد جدا يا جدعان. البالانس عنده عالي، وكمان معاه مهارة الاكسلريشن، وكمان معاه مهارة الفيمنال فينش والسوبر صب، فده تنزل بيه الشوط التاني تعمل بيه احلى شغل. معانا كمان ستيف ماكمان، فهنخرج ده وهننزله هنا ونشوف كده يا ترى بيكون قوته كام كده ليفل ماكس عشان هنطوره ونشوف كده طاقاته الإجمالية بيكون كام. 93. هو ما بيلعبش في المركز ده، هو بيلعب ايه؟ RMF كده يعني. كده 103 طاقاته يا شباب زي ما انتم شايفين. 96 سرعة الجري بالكورة، الدريبل، تمرير عنده 92، وعندك كمان 100 السرعة، سريع جدا. 91 تسديده، يعني معقول لاعب مش وحش يا جدعان. دبل تاتش معاه، مومنت دريبل معاه، فسوبر صب برضو. 2 نجوم السوبر صب دول. هو يكون بقى مكاليل نجم السوبر صب هو كمان بقى. تمام زي ما انتم شايفين. طبعا انتوا عارفين التشكيله دي ايه اللي هيحصل فيها. اللي فاهم ينزل يكتب تحت في الكومنت، واللي مش فاهم اكتب كومنت وانا فاهمك. كده نكون وصلنا نهايه الفيديو. اشوفكم في حلقه جديده. الى اللقاء في حلقات قادمه.